السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونعمل أحلى شوية بتفور النهاردة، أحلى من بتفور المحلات. دول 800 جرام زبدة قطعينهم مكعبات كده عشان ايه المضرب يلف معانا فيهم بسرعة. ومعانا 350 جرام سكر بودرة. هنلف المكونات دي بالمضرب حلو كده لغاية ما تاخد اللون الفاتح ده، وهننزل بالاربع بيضات عليهم نص معلقه فانيليا سايل. البيتيفور والغريبه، البيتيفور بحب فانيليا سايل. لا اله الا الله، عشان ما تفرش منك البيتيفوره وهي في الصينيه في النار. اربع بيضات هننزل بواحده واحده كده، وهنتوهها في السمنه بالسكر حلو، وننزل بالاربعه مدرج واحده واحده بعد واحده كده، تتوه في السمنه بالسكر ونكمل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا هتوقفي المضرب، لو حبيتي توقفيه يرتاح شويه بس لغايه ما هتوصل معاكي بالقوام الحلو دي، وهنقوم نازلين بالدقيق بتاعنا. البيتفور ما بتعجنش فيه يا ميدوم، بتتوهوا الدقيق بس. يعني يمكن الغريبه لو عجنتي فيها زي ما انت عايزه هتعجني، انما البيتفور لا. ولو ما عندكيش مضرب هتجيبي طبق واسع وهتنزلي بديك هتربيها حلو زي ما بنعملوها للبسكوت، وهتعملي احلى شويه بتفور. طبعا هنعمل اللي هو بالكاكاو، معلقتين كاكاو خام او معلقه على قد الكميه اللي انت عايزاها. انا ما خدتش نص العجينه ولا حاجه. طبعا هنعمل لها اختبار. انا ال 800 جرام سمنه عليهم 350 جرام سكر، وعليهم كيلو دقيق لجميع الاغراض او لجميع المستخدمات. وهنعمل لها تيست كده الاول حلو في الفرن نختبرها عشان نشوف البوتفور هيفرد معانا او حبه شكله. طبعا ما فردش ولا حاجه، والنكشه زي ما هي، وخد لون حلو وناعم وما شاء الله عليه زي العسل. مفيش احلى واطعم من كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي يا رب. والنكشه بتاعتنا زي ما هي. طبعا انا عملت الصينيه التانية الكبيره نصها كده ونصها كده، وهنحطها في الفرن. وعملت واحده كمان من الفانيليا اللي هو الاصفر لوحده ده اللي هو من غير كاكاو. وزي ما انتم شايفين النار واطيه خالص، والمطاوله زي ما هي ما شاء الله عليه. واللي بالكاكاو التانية النكشه زي ما هي، ما راحتش ولا فرد مننا ولا اتبهدل ولا مطاري ولا اي حاجه. هتكوني بعد ما يبرد كده مجهزه المربى بتاعتك، او هتحشيه شوكولاته تتقلها شويه وتعمليه تلزقيه في بعضه بشوكولاته، مش لو مش حابه المربى. شايفين يا حبايبي لونه حلو من فوق ومن تحت، والنكشه ما راحتش وما شاء الله عليه. عملنا الكميه الحلوه دي معاكم، ومعانا سوداني مجروش، ومعانا شوكولاته فرماسيلا وجوز الهند. وهنسيح الشوكولاته بتاعتنا، عايزاها بيضه عايزاها البني زي ما انت عايز. في كنكه زي ديت كده بتاعت القهوه، او اي حاجه عندك، او طاسه صغيره كسرونه صغيره. وهنحطها على النار بشويه زيت، ربع كوبايه او نص كوبايه من بتاع القهوه زيت، او معلقتين كبار، عشان على حسب الكميه اللي انا عاملاها دي. لو انت طبعا مكتره يبقى هتزودي شويه. ديت كوبايه القهوه نص كوبايه من بتاع القهوه زيت، ويكون الزيت بتاعك نظيف ما يبقاش ليه ريح. هنحطها على النار تفكي كده مع بعضها. وزي ما انتم شايفين في كيس وهنحط المربى، وهي نقطة صغيرة كده بس، وهنلزق البيتفور في بعض. ولو مش حابة تعملي مربى، ممكن تعملي شوكولاتة وتلزقها في بعضها، او عاملين واحدة بني وواحدة
فانيلي. طبعا بقى زي ما انت حابين، ده سوداني مجروش او مصحون شويه، نص دقين ونص دقه كده، نص صحنه كده. ومعانا شوكولاته فرماسيلا، ومعانا جوز الهند، على حسب ذوقكم يا حبايبي، وانتوا زي ما انتوا عايزين، وانتوا كلكم ذوق يا حبايب قلبي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا احنا شكلنا معانا الكميه كلها، انا ما عملتهاش معاكم كلها، عملنا اللي بالشوكولاته خالص من غير زواق، وعملنا اللي بجوز الهند، واللي بالسوداني، واللي بالشوكولاته الفرماسيل. وعبانات عبيه بقى في علب عندك، اطباق من اللي هي الفيل، وتغلفيها بمشمع الستريتش، ورق الستريتش، زي ما انتوا حابين، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طبعا ده برضو بالشوكولاته الفرماسيلا، ممكن مش حابه تزوجيه خالص عادي. والمطاوله برضه ايه ما شاء الله شكلها تحفه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تنسوش لو وصلتوا معايا لغايه هنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، يا احلى واغلى اخوات. لا اله الا الله. طبعا انا ما عملتش معاكم الكميه كلها في الفيديو، لان لو عملتها كلها هطول عليكم، هتاخد لها بتاع ساعه. زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ لو عجبكم الفيديو بتاعي اعملوا لايك وتشتركوا في القناه، يا احلى واغلى اخوات. ما نحرمش منكم يا رب، ويجبر خاطركم جبرا يتعجب به اهل السماوات والارض. شايفين حلاوته؟ طبعا انا شكلته كله وسبته، عاوزه تحطيه في التلاجة 10 دقايق بس، مش حابه هتسيبيه الجو برد، والشوكولاته بتاعتنا بتختم بسرعه، بتنشف بسرعه. هنعبيه في الاطباق الفل بتاعتنا، ونغلفه بستريتش. شايفين اللي احنا عاملينه بالشوكولاته الساده من غير زواج، ما شاء الله والله زي العسل برضه. هنعبيه في اطباقنا، او هتعبيه في علب تلاجة زي ما انتوا حابين يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا رب، وتعملوا الاحسن. وكل سنه وانتوا طيبين. خلاص فاضل على العيد ايام، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، عبناه في الاطباق دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.